كيفاش تخلص فاتورة الهاتف بلا ما تزيد عليك البنك 3 ديال الدراهم؟ واش عارف انه فجأة 3 ديال الدراهم تزادت على اداء فواتير الانترنت والهاتف النقال من خلال تطبيقات الابناك بعد ما كانت مجانية؟ شنو هو السبب ديال هاد الزيادة؟ واش الابناك هي اللي زادت ولا شركة الاتصال؟ وكيفاش نخلص الفاكتورة ديالي بلا ما تزيد عليك البنك حتى شي درهم؟ خليك معنا في فيديو اليوم على صفحة اجد فم البنك باش تفهم مزيان. هاد 3 ديال الدراهم كاينه من زمان في بزاف ديال الفاكتورات بحال الضوء والماء وشي ضرائب، لكن عمرها كانت في الفواتير ديال الهاتف والانترنت. وحاليا الا جربتي انك تخلص فاتوره ديال اورانج او انوي ما غتلقاش 3 ديال الدراهم زايده، وانما هي موجوده فقط في الفواتير ديال اتصالات المغرب. اذا فالسبب ديال هاد الزياده هو اتصالات المغرب وماشي البنوك، بحكم ان البنوك غير وسطاء وكيقدموا زبنائهم خدمه اداء الفواتير عبر تطبيق الهاتف، لكن اتصالات المغرب هي المزود ديال هذه الخدمه، وقررت انها تفرض على اي شخص كيخلص الفاتوره خارج الموقع الرسمي ديالها يزيد 3 ديال الدراهم كمصاريف للعمليه. وبالتالي باش تحمي راسك من هذه الزياده يكفي انك تخلص الفواتير يا اما مباشره لدى وكالات اتصالات المغرب او ببساطه تدخل الموقع الرسمي ديالهم. والطريقه جد بسيطه. اولا كتمشي لصفحه الاداء، ثم كتقوم بادخال ليدونتيفيون دو بايمون والبريد الالكتروني ديالك وكتضغط على بي اون ليني. الصفحه المواليه غادي تبان لك قائمه بالفواتير اللي كيتسالوك، غادي تختار الفاتوره اللي باغي تخلص وكتضغط على فاليدي. بعدها مباشره كنتحولوا لصفحه الاداء اللي غتقوم من خلالها بادخال معلومات البطاقه البنكيه ديالك، ولا خوف عليها لانه موقع رسمي وموثوق. واخيرا كتوصل برساله قصيره في الهاتف ديالك عباره عن 6 ارقام باش تاكد العمليه، وها انت خلصتي الفاتوره وفابور بلا ما يزيدوا عليك 3 ديال الدراهم. كيف العاده اذا استفدتي من الفيديو ما تنساش تبارطاجيه باش تشجعنا على نشر المزيد من المعلومات المفيده بحال هذه. تحياتي.